نعبر في هذا اليوم التاريخي في مسيرة ونضالات المرأة على المستوى العالمي وعلى المستوى الكردستاني عن إصرارنا وتحدينا للنظام الأبوي والمفاهيم البطريركية التي تعمل المستحيل للحفاظ على سيادتها وتحكمها بالمجتمع والمرأة، وتشن من أجل ذلك حروب الإبادة الجماعية بدءا من كردستان ووصولا إلى فلسطين غزة. وفي اليوم العالمي لمناهضة العنف نرى أن المرأة ضد المرأة قد وصل إلى مستوى متقدم ومخيف جدا، حيث تتعرض النساء في الكثير من البلدان للاغتيالات وحملات التنكيل والسجن والاغتصاب. ونرى في روجافا كيف أن المرأة القيادية تتعرض بشكل يومي للهجمات الوحشية من قبل العدوان التركي الفاشي ومرتزقته. وكل هذه الانتهاكات تحصل أمام مرأى ومسمع العالم أجمع، وحتى بضوء أخضر من قوى الحداثة الرأسمالية التي تخشى على زوال نظامها الاستبدادي والقمعي من خلال الثورة التي تحاك اليوم بريادة المرأة الكردستانية في أجزاء كردستان الأربعة بقيادة الفكر وفلسفة قائد ثورة حرية المرأة القائد عبد الله أوجالان المعتقل في سجن إمرالي والذي يفرض عليه نظام العزلة منذ ما يقارب 25 عاما، لأن هذا الفكر والبراديغما تعطي المرأة الحرة الإرادة والصمود لتتحدى كافة أنواع العنف التي تمارس عليها. ونحن وباسم مؤتمر ستار في لبنان ندعو كافة النساء إلى الانخراط في التنظيم الفكري والاجتماعي، وأن نكون حذرين من سياسة الهيمنة الذكورية التي تحاول دمجنا داخل نظامها القمعي من خلال بعض التحفيز الاقتصادي أو الاجتماعي فقط من أجل إسكات صوت المرأة، وأن تكون المرأة المناهضة لإخواتها المناضلات. وبهذه المناسبة المجيدة نستذكر الأخوة الثلاثة ميربال اللواتي استشهدن في مثل هذا اليوم من أجل أن تصل النساء إلى الحرية والمساواة ومن أجل إيقاف عجلة العنف ضد المرأة. كما نستذكر جميع شهداء مسيرة حرية المرأة من سكينة جنسيز وهافرين خلف وأبين قوي وجيهان تولهاندين ونيكهان أركاز ووصولا إلى شهداء مقاومة غزة. فلنجعل من يوم 25 تشرين الثاني اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة وسيلة لتقوية تنظيمنا مؤتمر ستار، ولنكون قدوة للنساء المناضلات، حيث أثبتت ثورة روجافا أن الطريق الوحيد لحماية أنفسنا من العنف الدولة الذكورية هو نظام الحماية الذاتية. لذا فلنعزز حماية الذاتية في كافة مناحي الحياة، ونوسع آفاق عملنا على أسس إيديولوجية حرية المرأة والجينولوجيا، ولتكن سدا منيعا في وجه سياسة إبادة النساء. وفي الختام نبارك هذا اليوم على جميع النساء المناضلات. الحرية لصاحب فلسفة الأمة الديمقراطية القائد عبد الله أوجالان. جينجيان آزادي. مؤتمر ستار لبنان 24 الثاني 2023.